هنا اهو. ترمي على نفسك وزن ويلا شيل، فاهم؟ جنان. اقوى حاجه ان انت تبدا تتغلب على هواك. صباح الفل، النهارده علينا تمرين ابر. النهارده يوم زحمه شويه، هحاول اصوره كله. هو يوم في جيم. انا صحيت الصبح خدت وجبه كورن فليكس اللي تصورها، وبعدين شربت القهوه ونزلت. ففي جيم، في شغل، في مصارعه، ربنا نحقق كل ده. هناخد تمرين ابر برضو سريعه، لو فوليوم، مش هنحط مجاميع كتير. نبدا تي بار وليتس جو. اوكي، فيرست ورم اب سيت تي بار. طبعا انا في تمرينة الابر اللي فاتت كانت مع سيف، بدات الاول بالتشست، فهبدا ايه تمرينة الابر دي بالابر باك. حاول ما اطولش قوي في الورم اب عشان هنجز نفسي، عشان زي ما قلت لكم تمرينه لو فوليوم. ف مش هلعب مجاميع كتير عشان برضو الحق الشغل، وفي نفس الوقت عندي مصارعه بالليل فمش عايز افشخ نفسي. تاني واخر ورم اب سيت. كده كده مش بنوصل للفيلير، بس ايه دلوقتي وقت التوب سيت. نصيحه انا افضل لك كذا مره عشان خاطري التوب سيت دي تركز فيها. خليك جاهز نفسيا، وخليك جاهز من عصبيا، من ناحيه العضلات، من ناحيه كل حاجه، عشان دي اهم مجموعه. حط فيها مجهودك كله، احسن فورم، احسن وزن، اكتر حاجه تعرف تعملها وديها في التوب سيت. دي كل حاجه عندك. دول 5 بليتس 15 كيلو. Come on. Easy, easy. Come on, drop. Oh good sit. مش فاكر، تقريبا 6 او 7 عدات، بس مجموعه مجنونه. اي لايك. نخش تو باك اوفس وكمان ضل الابر باك. انا مبسوط. بالنسبه لانهم مش اقوى حاجه، كورن فليكسبل تمرين جود سيت. اوكي، بعد ما وصلت في الفورم لقيت ان هو ده بين 80% في التوب سيت. المفروض اطلع سنه كمان، يعني لذيذ بس روم للبروجرس، يعني لسه ممكن اتطور اكتر. ف ايه نعوض في الباك اوف. بسم الله. Come on. تسعة عدات. اوف that was great. اوف جود سيت. ممكن اخش واحدة كمان. ده اللي بتكلم فيه، الباك اوف بتاعتك بتعوض الغلطات اللي انت عملتها في التوب سيت. بتديك عدات اكتر سيكة، وزن اقل، فبتعرف ان انت توصل للفيلير بفورم صح. ف جامد. ناخد تمرينة تشيست بقى، ومش هنطول يعني دول. واول مثلا موفمنت تشيست ممكن يوم يكون فيها ايه توب سيت واتنين باك اوفس، الباقي في الغالب توب سيتس بس. اول لو حسيت ان انا خيشت في توب سيت منهم خش باك اوف. بس مش هطول، يعني اوريدي لاعب فوليوم كويس طول الاسبوع، ف عشان ما ارهقش نفسي المصارعه بالليل، وعشان برضه ما اتاخرش على الشغل يعني. دي اول موفمنت فلات. خش ورم اب ست، بعدين موف توب ست. اوكي. المفروض نخش بده توب ست، بس هتست. مش حاطط سيفتي ولا حاجه عشان اجرب. عشان التوب بيتس كانوا خفيف قوي. لو دي لقيتها بتطلع من غير سيفتي، من غير رابس، ممكن ازود كمان 10 15 كيلو وتبقى توب ست بجد. تست كده. اوكي. تيجي نحط سيفتي. في تيب لذيذه بحب اعملها بصراحه، ولكن تبقى على الماشينز عامه. تشوف الحته اللي بتزق منها دي، تحط تحتها كليبس عشان تديك اول زقه، عشان دايما دي تبقى
واطي قوي، ولكن يعني قشطة هنطلع بيها. نربط بس الحاجات اللذيذة دي. طبعا لو البس فانيلا او حاجة طويلة بتكفرني عشان اربط الرابس، بس انا بصراحة بحب اطلع يعني. بقالي كتير ما دخلتش على الماشين دي باي ذا واي، بس طبعا هنا بصراحة مفيش ماشينز كتير، وهنا اللي بتكلم فيه فكرة الادابتيشن. شوف ايه موجود، مرن عليه، طور عليه. يعني زي ما انتوا شايفين على الشيست بالنسبة لي بقى سميث ودمبلز. فالسميث كان مليان، وانا بقالي كتير ما لعبتش على الماشين دي، قلت ايه، قلت اما اخش بس فادبت. شوف ايه الماشينز الموجوده عندك، طور فيها هتكبر. بس طبعا يعني انا لما رحت ماسل لاند في التمرين اللي مع سيف، متعه متعه طبعا. انت عندك كل الزوايا بتلعبها، بس يعني ايه، Let's adapt. Okay, come on. Huff. Easy for plates, come on. Ah. 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 Okay, 10 reps. Didn't expect it. متوقعتش. لا جامد 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 جامد. اوكي ماشي، يعني اندر استيميتنج سنه، بس باي ذا واي 10 ريبس يعني عادي، فممكن اخش كمان واحده 10 ريبس، بس لذيذ. شكلي هعتمد الكلام اللذيذ ده. يعني انا خدت بالي ان وزني كان هيبقى خفيف كده، كنت زودت تاني، بس 10 عدات مش وحش. ايه، استعد نخش مجموعة كمان. بعدين يا جماعة انا عايز اخد رأيكم في حاجة. يعني الفلانلز دي، الجيمات اللي بتمنحها دي، يعني بالله عليك ده بيزود نسبة التست بنسبة قد ايه ده؟ البسها كده احس ان انت راجل اربعيني عندك، فاهم، عيلين. والله بجد بلبسه بحس ان انا متحمس، بحس ان انا عايز اروح الغابه واكسر خشب مثلا او حاجه. شكلك حلو يعني، مش فاهم، مش لازم نتمرن بكمبريشنز بس يعني. ما علينا. Huff, come on. Huff. 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 Ah. اوكي تقريبا 7 عدات، ده كويس. معاك المجموعه الاولى خلصت جزء كبير من الطاقه. بس يا باشا كده وير دون التشيست فلات. مجموعه لذيذه. وش دلوقتي بول داون فاريشن، لات بول داون برضو. ممكن توب سيت بس حتى، يعني ممكن اخشها توب سيت بس. او لا، هقول لك التمرين اللي فاتت ما دخلتش بول داون اصلا. اخش 2 سيتس واخش سيتد رو. دي ممكن اخش بيها، دي اللي ممكن اخشها توب سيت بس عشان لعبتها المره اللي فاتت، التمرين اللي فاتت. فقسم الايه المجاميع بتاعتك. طبعا الوقت بدأ يتأخر وانا محتاج انجز، فهتلاقي واحده واحده التمرين بتتكرر. بس لا كده كده لا، هركز ان انا ما اجيش على المجاميع بتاعتي. واعتقد ان لاعب مجموعتين بالايه، بالفور بليتس دول، كان مجموعتين لزاز يعني. ف let's move to the next. باب بول داون، خش وارم اب ست وتوب ست على طول واحده كفايه عشان الحق الشغل. اوكي هركز ان ادي التوب ست حقها قوي عشان هلعب مجموعه واحده بس، فسخنت كويس. اعتقد دي محتاجه تنزل شويه. محاولة جديدة طبعا للتنشيف. بحاول ان انا دلوقتي بحسب كالوريز، مش مجرد باكل بس اكل حلو وخلاص. بحاول اتراك عشان هي مش تيجي غير كده، والوقت اللي انا فعلا خسيت فيه هو الوقت اللي انا عملت فيه تراك للكالوريز صح. فهنحاول نحافظ على كارديو، نحاول نتراك الاكل، وناكل as clean as possible باعلى فوليوم. Easy boy, easy. Ah. Oh.
ايزي. فعادي رينج هايبرتروفي، بس حاسس ان انا عايز العب مجموعه كمان. رايح شويه اخش كمان واحده عشان برضه كنت ادينا حقها، عشان زي ما قلت لكم التمرين اللي فات ما لعبتش بول داونز اصلا. مفيش حاجه هتخليك تتطور اكتر من الكونسيستنت. تمارين معينه انت مثبتها تتراك اوزانك تتطور فيها، شهور سنين لو حابب، نفس التمارين نفس كل حاجه تتراك. مفيش سر اكتر من الكونسيستنسي. اصبر واستمر، مفيش ملهاش شورت كات حاجه مفيش حاجه واسطه، مفيهاش فلوس، لازم تكون مثبت. افضل انت تدور على افضل الابحاث والريسيرش والكلام ده كله. طول ما انت مش كونسيستنت مثبت تمارينك مش بتتطور، مستحيل توصل الا لو انت جيناتيك فريك يعني. من البيزك، وشيل اوزان تقيله بقى، يعني شيل اوزان تقيله عشان ما تخافش. ليتس جو. ها واو. اوه اوه. اوكي 8 عدات برضه نوت باد. ليتس موف ل انكلاين تشيست. ليتس جو. المفروض دلوقتي مش عارف اخش توب سيت بصراحه ولا اخش ايه ورم اب الاول صغيره. اخش مجموعه بال 30 كده، ايه تسخين احتياطي. حاسس ان بقى فرهد شويه، بس ايه لا محتاجين نودي. خش توب سيت بال50. بوينت من البوينتس المهمه في موضوع الاستمراريه ان انت تبقى جول دريفن زي ما بيقولوا. انت حياتك متمحوره حوالين اهدافك. يعني انت دلوقتي هدفك زي ما احنا قلنا الهدف الاكبر انت تكون مسلم قوي. فانت المسلم القوي ده مقسم صلواته على اليوم ويكمل عليها. والله انا بصحى اصلي الفجر واعمل كذا، والظهر بعدين اروح اكمل شغل، وهكذا نفس الكلام. انت عايز تتطور، طيب الهدف بتاعي الاستمراريه. فانا محتاج ان انا مثلا اكون كل يوم بنام الساعه كذا. مش لازم تنام 9 و10، انا بقول عامه انا حاسب اليوم بتاعك ماشي ازاي، فاهم؟ النهارده مش هينفع انزل، النهارده مش هينفع اخرج، النهارده مش هينفع اكل، فاهم؟ وان دماغك هو اللي بيحركك مش شهواتك. ده هيزيدك قوه بشكل انت مش متخيله. منتلي اصلا قبل ما ابقى فيزيك قادر تتحكم في شهواتك، دي اقوى حاجه انت ممكن تعملها لنفسك. جرب يعني، بس جرب كده تحس ان انت سوبر هيومن. Come on. Easy. Easy. Come on بسم الله. Come on بسم الله. هوف. هوف come on beast. هوب. easy هتطلع. هوف. ايه. فا. 7. 8 come on. جود ست. 8 9 عدات نوت باد بصراحه. ممكن اخش تاني، اعتقد ممكن اخش 7 عدات يعني لو دخلت تاني. مجنونه. شفت الطلعه دي لازم تعند معاها. طبعا لو في حد يساعدك بالوزن ده يسهل عليك كتير، بس انا طبعا نزل الساعه 8 الصبح، مش هفضل انادي بقى الاتنين ولا التلاته اللي قاعدين ايه بعيد. والله دي المتعه، ترمي على نفسك وزن ويلا شيل، فاهم؟ جنان. مفيش حد طبيعي بيعمل كده. بس زي ما بيقولوا نو ريسك نو ستوري. كنت لسه بتكلم في فيديو عن موضوع التشتت، وبنتكلم عن السوشيال ميديا والكونتنت والكلام ده. ف حاجه من الحاجات اللي زادتني قوه انا بتفرج على ناس قويه. ده بيخليك تموف صح. يعني شوف، هو دماغك بيفيجوالايز اللي كان جي بي مثلا جوردن بيترز
ستايل معين، الكلام ده كله. وهو اوزانه جامده فشخ، فاهم؟ فكل ما انت تشوفه كتير تشوفه كتير تلاقي عينك خدت على الفورم بتاعه، فاهم حاجه؟ ف ركز في الكونتنت اللي تتفرج عليه. دي نصيحه افضل اقولها لك كل مره، فاهم؟ لان انا اكتر حد من اكتر الناس قاعده على السوشيال ميديا من زمان، كنت بحب السوشيال ميديا من زمان واشتغلت في السوشيال ميديا، فانا عارف مدى تاثير الكونتنت عامل ازاي، فاهم؟ اوه، هتطلعي بقى ولا تعمليه زي المره اللي فاتت؟ حاسس إن انا عامل زي الجيار، بكلم نفسي بكلم الوزن دلوقتي. خليك محترم، خليكوا محترمين، ماشي؟ ناخد ايه؟ 6 8 عدات. كمان بيس كمان. لا لا هو ايزي ما طلعش، بس استنى. اوف ايزي. اوف ماشي. ينفع كده؟ ينفع كده اجيبه واتفرج انا كمان؟ اوكي، يعني بعد شويه قله قيمه بس خلصنا، برضه رفعتها. متحاولش. اوكي، خش هو مركز في جانبي واحده كده كده اوريدي مسخن. دخلت مجموعه واحده كتف جانبي، ويخش برضه دلوقتي مجموعه كمان كده كتف امامي. بس بص هقول لك حاجه، طبعا انا زي ما انتم شايفين انا مستعجل وعايز انجز. لو لعبت مجموعه واحده لحد الفيلير بفورم صح احسن اما تفكس التمرين خالص. المجموعه دي هتاخد منك دقيقتين 3، فاهم؟ خصوصا انت جسمك اصلا مسخن، في الشعب بقى ورم اب سيت. انت اوريدي عملت كده في الكومباوندز في الاول، بيها من 6 مثلا ل 10 عدات فورم كويس. انا كده عملت اللي عليا. ده خليني ابدا عندك في الحياه كده، مش عشان عملت حاجه غلط تدوس في الغلط، فاهم؟ او مش هتعرف تعمل حاجه قليله صح ما تعملش حاجه صح خالص. انا عايزك كده، عملت غلط دوس في الغلط، دوس، اعتبر نفسك وحش، فاهم؟ لكن طول ما انت تعامل نفسك انت مجتهد وان انت قوي you will make it. ماشي. بس القبضة دي أحسن شوية عشان دي شبه قريبة شوية من الشست. أف أف أوكي، 8.5 9 عدات which is good. بصراحة البريتشر على الكيبل بالطريقة دي كده من أحسن تمارين بايسبس بالنسبة لي، بستمتع بيها جدا. وأنا برضو التمارين اللي فاتت، فمن باب التغيير، هو في ناس بتقول الاتنين نفس الحاجة عادي، بس من باب التغيير لو بقى زي ما بيقولوا ده بيحمل في وضع، ده بيحمل في وضع الستارة، ده انقباض والكلام ده كله، فعادي من باب التغيير هلعب على ايه؟ على البريتشر على الكيبل. اوكي come on. Hey, come on. Okay, not bad. قعدت بس برضو على الكيبل، بس احنا بس اخليها سنة عشان اخر مرة كوعي وجعني بصراحة. طبعا هخلص دلوقتي واجري ومستربع، عايز اعمل كل 500 حاجة واخد دش وانزل والحق. بس بقى دي الحياة، فاهم؟ لو ما عملتش كل ده مع بعضه
تفضل نايم لحد قبل الشغل وهتنزل متاخر برضه، فاهم؟ فعلى ايه بقى؟ طبعا كده في معاناه، نعاني ونزيد عضلات. بسم الله، كمان بف. اوكي دون. تمرينة ابر مميتة بصراحة، لعبنا فيها كل اجزاء الجزء العلوي، قسمنا المجاميع صح. يلا بينا ايه، شوف بقى يومنا بيقول ايه. الو، عدنا من جديد. وصلت الشغل طبعا وخدت اول وجبة ونسيت اصورها اصلا، بس ايه دلوقتي جه مع التاني وجبة. دي تعتبر سناك كده، بتكون حاجات خفيفة مش وجبة كبيرة. وبعدين النهارده زي ما قلت في مصارعة، فسايب بقى الوجبة اللي فيها الكربوهيدراتس والفاتس، سايبها قبل ما اتحرك على طول من الشغل عشان اخلص واطلع المصارعة. فتعالوا اوريكم الوجبة التانية. الوجبة التانية عبارة عن جبنة قريش بالخضار زي ما انتم شايفين، عشان نزود برضو فوليوم الاكل شوية، ومحطين عليها زيت زيتون، وهنا زبادي معاها شوفان وتمر برضو، ده سناك لذيذ جدا. واخر حاجة توست بالموز والعسل. ده كده السناك وتاني وجبة معايا، ودي هتخليني شبعان حبة حلوين، وبرضو فيها شوية كربوهيدرات كتير عشان المصارعة بالليل اكون جاهز ليها. بما ان انا عليا مصارعة النهاردة، حابب اقول ان مع اني بحب المصارعة جدا وانا اللي اخترتها بمزاجي، بس ستيل لسه في الحتة بتاعت ان انا مش قادر. طب انا جاي من الشغل تعبان ومتمرن الصبح، طب هروح طب مش هروح، طب خلاص انا هتأخر شوية ففاكس. بصراحة لازم كل يوم تاخد قرار صعب، فاهم؟ لازم كل يوم تكون بتخرج من الكومفورت زون. مش معنى ان انت خلاص بتتمرن، او مش معنى ان انت بتاكل، مش معنى ان انت مثلا بتلعب مصارعة ان انت خلاص بقى بالنسبة لك كل مرة عادي هتعرف تاخد القرار وتنزل وتتمرن وتاخد الشنطة. ده الموضوع مش بيبقى سهل. كمان المصارعة فيها مجهود عنيف جدا. ف... فبجد لازم، لا انا لازم كل يوم باخد القرار ده، اللي هو لا كل يوم في مصارعة لازم لا التزم واروح. مش باخدها عشان حاجه، انا عارف ان انا كده كده مش حاطط في بالي قوي موضوع ان انا مثلا اكمبيت ولا حاجه، ولكن اولا كارديو فده يساعدني ان انا اقط. تاني حاجه بتعلم حاجه جديده، بعمل بروجرس، باجي على نفسي عشان حاجه، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه قوي. فخليك متاكد ان انت كل يوم هتلاقي نفسك بتاخد قرار صعب ولازم تيجي على نفسك، من باب بقى ان انت تنزل شغلك، من باب ان انت تتمرن، من باب ان انت تسيب شغلك وتقوم تصلي. زي ما قلت لكم، الاقوى حاجه ان انت تبدا تتغلب على هواك، وانت شوف دماغك جايبه بايه كده عايز اعمله، لا لازم تيجي على نفسك، فاهم؟ فدي تب بصراحه يعني هقولها لاي حد بيحاول يعمل كذا حاجه مع بعض ويحاول ان هو يبقى انسان كويس. لازم هتاخد قرارات صعبه، لازم هتيجي على نفسك، لازم هتخرج من الكومفورت زون. فاعمل كده بمزاجك، عشان زي ما قلنا وهنقول تاني ان انت البين اوف ديسيبلين احسن من البين اوف ريجريت، او ان انت تعب الالتزام والانتظام اللي هيوديك لنتائج في الاخر ده هيبقى احسن بكتير من انت دلوقتي انت قاعد مريح، بس كمان حبه هتبقى مش طايق نفسك، حاسس انت ما انجزتش حاجه، ما عملتش حاجه. فده الديلي ريمايندر ان انت تخرج من الكومفورت زون وتعمل الحاجات اللي المفروض تعملها. بس كده، دي قلت اما اقولها برضو كده ايه من الثوتس اللي بتجيلي يعني. واشوفكم في الوجبه الاخيره قبل المصارعه. دلوقتي جه وقت اخر وجبه، مكرونه باللحمه المفرومه. طبعا هتديني كربوهيدرات، مصدر كربوهيدرات لذيذ قبل تمرين المصارعه. وبس كده، دي كانت اخر وجبه. لسه مخلص شغل طلعت الشنطه، ودي خدت شنطه المصارعه، ويلا ناخد تمرين مصارعه رشيد. يلا نخش واحدة واحدة يا اسلام. ها؟ كويس دوس. ماشي. هنا اهو. ها على صدري، فوت على صدري. ايوه. ها يلا شد النفس بقى.
ونجحت بقى ناس. ايوه ماشي. ايوه. خلصنا تمرينة مصارعة غشيمة كانت لذيذة بصراحة، ولسه مخلص بس مش هنروح ناكل ايه. واخر وجبه معانا النهارده بعد ما خلصت تمرين المصارعه هو عيش تورتيه وبيض باللحمه المفرومه، وكده نبقى خلصنا اليوم. كده نبقى خلصنا يوم لذيذ فيه مصارعه وجيم شغل، بس كده الحمد لله عرفنا نعمل كله، عرفنا نوصل لكله، مظبطين الدايت وبس كده. يلا سي يو فلوج تاني. stay jacked.